السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كنتوا؟ أخباركم؟ طمنوني عنكم. إذا كنتوا جديد على قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك. وطبعا أنا بالفيديو السابقة أول شي بسلم عليكم، بعدين برجع بقول كيفكم، شو أخباركم. صبايا إنه أنا أول يعني هي السلام عليكم كيفكم شو أخباركم حاساها مثل إنه مقدمة للفيديو، بس لما برجع بسألكم مرة تانية كيفكم شو أخباركم، من هون بكون إنه عم بطمن عليكم إنه كيفكم شو. بتمنى إنه هيك تكونوا بألف خير يا رب. عندنا بتمنى تكون بألف خير. طبعا مثل ما شايفين اليوم فيديو هنا حلو خفيف لطيف. طبعا مثل ما بتعرفوا انتو انه فيديوهاتي تقريبا صار عم بتصير يعني ماكسيموم عشر دقايق. فكثير صبايا كتبوا لي بالفيديو السابق انه طول الفيديو. صبايا عن جد بس طولت الفيديو بحس انه بصير ملل. اول شي بتملوا وهيك بتشوشوا، ما بتعرفوا القصة انه ايش في ما في وهيك، يعني ما بتشوفوا شي. اما هيك مثلا تشوفوا لقطة من الفيديو انه خلص انه تستمتعوا، ما تروحوا كتير من وقتكم يعني. بالنسبة لفيديوهاتي طبعا يا صبايا انه بدها تقول انه انا عم بجي بعطيكم وصفات او شي، لا والله صدقا انا مثلا انه ماني شيف او ماني يعني طب او طباخة او شي. انا مثلا انه عم شارككم من يومي، مع انه بعطيكم وصفات انه انتو ما بتعرفوا تتعلموا مني، لا بس انا بجوز بتعلم منكم. انتوا كتبوا لي شيء بالتعليقات انا بجوز بتعلم منكم يعني. فانا ماني انه والله شيف او شيء، يعني انا الانسان بضل بتعلم لين ما يموت. انا والله عم بشارككم انه هذا يومي هذا روتيني، يعني بجوز انا هي طبخه ما بتزبط معي، بس ما عم بشارككم اياه عشان يصير من ضمن فيديو من ضمن يومي هذا يعني. انه بعرف يعني في ناس بتعرف تطبخ احسن مني وشي، بس انا بتعلم يعني الحمد لله. انا ما عم بطلع عم بقارن نفسي بحدا، ما عم بطلع اقول انه انا اللي بعرف اطبخ وانا الطباخه الماهره وانا اللي يعني انه توب 1. لا الحمد لله رب العالمين، انا قدراتي على قدها الحمد لله رب العالمين. انه يعني الشغلات اللي بعرفها على قدي الحمد لله رب العالمين. انه الشغلات اللي بعمله انه اللي بستطيع بعمله ما بستطيع بعمله ما بعمله، بجرب بحاول انه مو غلط هذا الشيء. نجرب نحاول كذا مرة، بجوز من أول مرة ما يزبط معنا الشيء، فمرة تانية بجوز يزبط معنا ويزبط معنا يعني كتير. مثلا بجوز مرة تانية ما يزبط معنا، مرة أولى بس أول مرة زبط معنا وبعدين نصير يعني ما نعود هذا. فيعني ما انه انا بارك انه انا الارتب وحده وانا انه توب 1 وانا اللي طباخه، لا الحمد لله رب العالمين. مثل ما قلت لكم انا قدراتي على قد يعني، واللي عم بيطلع معي فيديو عم منتج لكم اياه وبنزل لكم اياه مثل ما هو. فوالله صدقا يعني انا ما انه ما انا عم بطلع وبشوف نفسي وبقول انه انا وانا وانا، لا والله يعني اعوذ بالله منكم انا كمان. طبعا مثل ما شايفين هيك اول شيء المطبخ عندي كتير صاير عتمة لدرجة كتير كتير كتير. صراحة بحب اشتغل لو اجيب الغاز على الغرفة للإضاءة. أول شي المطبخ عندي شباك صغير مثل ما بتعرفوا انتو، وكمان اللمبة تكون خربانة. هلا هو بشكل عام مطبخي لونه كمان غامق، فكله ضرب عندي على الإضاءة أول شي كانت بالليل خربانة، عم بشتغل لحد الليد. وكمان صراحة بدي اخذ رايكم بشغله جاي على بالي. شفتوا هذا الليد انا مركبته بالمطبخ لفوق المجلة ملون، جاي على بالي اجيب مثله بس ابيض. كتير حاسه رح يلبق مع المطبخ ورح يعطي اضاءه حلوه يعني. من فتره كنت مطبقه اصفر معه يعني في زمان كتير، بس ما لبق لانه اصفر كمان بيعطي عتم، فحسيت انه اكتر شي ممكن يناسب ابيض صراحه. إيه فلازم المطبخ صاير عندي كتير عم بظلم. انا شوف انا هلا هون جيت على غرفة، طبعا عم بشتغل بالغرفة عشان الاضاءة، بس هي شغلات من الشغل مثل لفة يبرة مثل زبانخ مثل شي بده شغل عم بشتغله بالغرفة الصراحة. من بدي وببرك منه بضل عيني على الاولاد، ومنه هيك على الدفا صار عنا كتير برد لانه، ومنه كمان انه مشان الاضاءة. هلا شوفوا شلون انا شوفوا هي اضاءة الغرفة ما في بنت يعني هف فورا شلتهم هو اخذته على المطبخ كيف تتغير الاضاءة تماما وبصير كأنه ليل وعتم وشي. الحمد لله رامي. طبعا بلش من هون السبانخ، اول شي نظفت شلت العقب منه، بعدين حطيته شوط، بعدين رحت غسلته. شوفوا شلون الاضاءة هلا تتغير، شوفوا شلون كأني نص الليل طالعوا. يعني الاضاءة شلون عم تتغير، بيعطي بس ضوء هذا. وتعال اطفي لكم الضوء هذا الازرق مثلا او هيك رح يصير عتمة كتير كتير عتمة يعني، ما رح يبين السبانخ على سوا. شوفوا كأني الدنيا ليل انا انه جيت على المطبخ، مع اني هلا برجع اخذكم على الغرفة برجع اشوف الضوء. نرجع للسبانخ يعني. أول شي من العقب، بعدين غسلته مثل ما شايفين هيك قبل ما أفرمه. صراحة كان كتير كتير وسخ، كان كمية الوسخ اللي فيه مو طبيعية مو طبيعية. شايفين ميته هون تراب تراب على الحيط. غسلته أول مرة هيك من دون ما أفرمه، ومرتين بعد ما فرمته حتى يعني شوي صارت ميته الحمد لله رب العالمين كويسة. اي والله الحمد لله رب العالمين. جد هو أكلة كتير مفيدة، السبانخ أكلة كتير كتير مفيدة، مليانة جد فيتامينات كتير كتير كويسة، خصوصا بهالوقت هذا يعني بالشتاء. أنا جد صاير آخر فترة جد مع إنه ما يعني إنه ألحق الأكل اللي طيب والمطيب. صايرة ما بعرف حاسة حالي عم بميل للأكل اللي فيه فيتامينات أكتر. مثل ما ذاك الفيديو قلت لكم إنه صايرة ما عم أحب المشروبات مثلا الغازية أو القهوة أو هذا،
صراحة بميل للشغلات اللي فيها فيتامينات أكتر، لأنه هيك من جد إنه أنا ما بحس عن هذا الشي ولا فكرت بهذا الشي يعني، بس سبحان الله هيك خلص من عم أعرف هذا الشي فيه فيتامينات يعني إنه بدي أشربه خلاص، إنه بصير بحبه من دون ما أعرف شو هو. مثلكم من فترة عصرت رمان، ومن فترة كمان قلت لكم بدي أوصي جوزي على عصارة هي برتقان، وسبحان الله ما صار لي. إن شاء الله بهالكم يوم بجيبها بإذن الله تعالى. فجد صاير عم بميل للشغلات اللي فيها فيتامينات أكتر، إنه مو شتاء وبرد وهيك جد يعني. الحمد لله رب العالمين. هيك طبعا فرمته قلت لكم، بعدين جد غسلته مرة تانية وصفيته، حطيت له شوية خل كمان، بدي الخل هيك بنضفه على السوا، صفيته بالمصفاي. بعدين والله قليت اللحمة، قليت شوية دهنة كمان. طبعا والله كان هداك الوقت كان ولادي ابني الصغير نايم نومة العصر فاق كان كتير عم يبكي، ما بعرف ليش هيك، عن جد كان كتير مزعوج. فأنا هون وأنا عم أطبخ بقى جاي عندي عم أطبخ عم يبكي من دون سبب، جد من دون أي سبب، بس عم يبكي. فهون أنا شفت والله عندي يعني أنا من طبع إذا كان طفل اللي جنبي عم يبكي أو عم يصريح أو إنه هيك مثلا إنه عم بكركب، بتلبك ما بعرف إيش بدي أشتغل. عن جد بلبكوني الأولاد يعني، إذا حوس وفي ولد جنبي عم يبكي أو عم هيك شي بتلبك. فوالله أنا بالعادة ما بنسى يعني شغلات الحمد لله رب العالمين. فإنه هيك بالطبخ وشي، فوالله قليت لحمة وحطيت الثوم ونسيت احط الكزبره، مع اني انا بعد طبخته بالسبانخ كذا مره حتى على طبخته يعني. بس سبحان الله مو ابني كان هيك جنبي عم يبكي، ووضع كان جنبي مو تمام، وهيك الولد عم يبكي وشي. فوالله قليت اللحمه وقليت الدهن وحطيت توم وطبيت سبانخ. لك بنص الطبخه تذكرت، والله بنص الطبخه تذكرت انه بده هيك كزبره. طعمته بالكزبره هو السبانخ مثل الملوخيه يعني، تومه وكزبرته. قمت والله قليت له كزبره هيك على جنب كتيتها فيه، بس حسيت ما زبط مثل لما انا بقليه مع اللحمة الكزبرة والثوم. كل مرة بصير معي أنجح يعني من هالمرة، لأنه ما بعرف هيك حسيت شي غريب. قلت الكزبرة لحالها بجوز هو نفس الطعم، بس أنا مو هيك حسيت إنه صار شي غريب، ما بعرف إنه ما حسيت نفس الطعم. كل مرة بصير معي كتير أطيب يعني، كتير أنا بحبه بصير معي كتير طيب كمان. فهالمرة تغير علي صراحة. وكمان في عندي شغلة بهالطناجر هدول فورا من بحموه، شوفوا شلون بصير مع طرفهم بني يعني، هون بحرقوا يعني. انه مثلا الشعيريه احيانا بعمل شعيريه في يوم ما بحب، ليش دائما بتشوفوني عم بستخدم الطنجره الزهريه، مع انه هي قديمه يعني وانا غاز كنت عرفت للقلي. بس عن جد الطنجره الزهريه رغم انها للقلي ورغم انه صار عندي كتير زمان يعني، تقريبا كتير زمان صار عندي. فما هيك بفضلها عن هدول بعرفهم، بحب اعرفهم للمحشي للبنيه للاكلات هيك الكبيره، بحاجات كتير بحبهم ومن جد بنضفوا يعني كويسات يعني صحيات هدول. فانه بحب الطنجرة الزهرية، اول شي ما بعلق فيها شي، بطبخ فيها على راحتي بحجمها منيح، وبطبخ فيها على راحتي مثل ما قلت لكم يعني، بهدي الغاز عليها وبروح ما باكل هم الطبخة. بس هدول الطناجر مثل ما قلت لكم بحرقوا يعني، اول شي بحرقوا. لقناة اليوتيوب ليش انا بستخدمهم كتير بمروا كتير بمروا لقناة اليوتيوب. فوالله دوم بتجنب استخدمهم مثلا على اليوتيوب، احيانا يعني بالايام العاديه بستخدمهم، بس باليوتيوب مثلا كتير بمروا وبحرقوا، بصير منظر هيك طنجره مو حلو. ومثل ما قلت لك انا حتى لو ما بعت لكم فيديوهات صغار يعني هيك 9 دقائق 10 دقائق، ان شاء الله بالايام اذا شفت تفاعل حلو ان شاء الله رح ازيد المده. شفت عندكم قبول انه اطول المده اكيد رح اطولها ان شاء الله. بس هلا عشان ما تملوا انتو، بحس انه الفينا مكفينا الامهات يعني في شغل البيت، وانتو هيك عم تشتغلوا بترجعوا تتفرجوا كمان على شغل البيت على اليوتيوب. والله هلا مضطرة هيك الفترة اضل اصور لكم ان شاء الله يعني، برجع بدي اجيكم فيديوهات حلوة ان شاء الله. بس هلا بفترة الشتاء وبيت طبخات لازم طبخات كبيرة وشغلات عملت اول شتاء، فواحد بكون هيك فرحان على الشتاء على اول الشتاء، فبيعمل هيك طبخة دافية مشان الشتاء مثل هلا. ما حبيت اشارككم فيه. وإذا وصلت لهون ما كنتوا مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي تعليقات حلوة، وتكتبوا لي شو بتحبوا الفيديو الجاي عن ايش يكون، وايش بتحبوا اصور لكم فكرات. اكتبوا لي بالتعليقات، حطوا لي لايكات، ووصلوني لاكبر عدد ممكن من الاشتراكات. واي حدا عم يشاهد الفيديو جد اشترك ان شاء الله، جايتكم بفيديوهات كتير حلوة. صح هلا فيديوهاتنا على قدها، بس ان شاء الله كل ما اجانا متابعين اكثر ومشتركين اكثر كل ما طورنا اكثر باذن الله تعالى. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو صبايا، بامان الله صبايا. بتمنى تكتبوا لي تعليقات حلوة ولايكات حلوة، بتشتركوا بالقناة، وتكتبوا لي فيديو الجاي عن ايش يكون، وتعطوني كمان فكرة عناوين. صراحة مو عم بنزل كل يوم فما عم ضل ببالي عناوين مثل اول كنت انزل كل اسبوع عنوان، فكنت افكر فيه الصراحة. فهلا ما عم انزل كل يوم، فكل العناوين اللي كنت فكرة فيها عم بخلصوا. فبس والله هيك بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لنا تعليقات حلوة حتى نضل مستمرين ان شاء الله. ان شاء الله وصلت لكم القادم اجمل باذن الله تعالى. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، صارت لكم اياها كذا مرة، بتمنى
تشتركوا بالقناة وتشوفوا الفيديو للآخر، حطوا لي لايكات. أمان الله صبايا، سلام.